بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم 18/3/2025. أفاد مصدر طبي في مستشفى قضاء طوس خورماتو بمحافظة صلاح الدين يوم الثلاثاء بتسجيل حالة اغتصاب بحق طفلة صغيرة تبلغ من العمر 4 سنوات من قبل والدها شرق المحافظة. وأبلغ المصدر بأن مستشفى قضاء طوس خورماتو تلقت حالة غريبة لم تسجل منذ تاريخ تأسيسها، تتمثل بإقدام أب على اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، مبينا أن الطفلة وصلت إلى المستشفى بصورة يرثى لها، ولعدم القدرة على معالجة حالتها تم تحويلها إلى مستشفى آزادي في كركوك. وأضاف أنه تمت إحالة الطفلة من طوس خورماتو إلى كركوك، وهي ترقد حاليا في مستشفى آزادي التعليمي، وهي بحالة خطيرة نتيجة للنزف الشديد الذي تعرضت له، مبينا أن فريقا طبيا قدم العلاج لها. وأكد المصدر أن والدة الطفلة هي من قامت بإبلاغ الشرطة بالحادثة، وعلى أثرها قامت قوة أمنية باعتقال زوجها البالغ من العمر نحو 50 عاما، وهو موقوف حاليا رهن تحقيق. وتابع المصدر أن الطفلة ترقد حاليا مع والدتها في مستشفى آزادي، مشيرا إلى أن التحقيقات مستمرة مع الأب وكذلك مع الأم للتوصل إلى ملابسات الحادثة. شكرا.